اليوم هذه الحملة هذه منظمها الجمعية بشراكة مع المركز وكذلك بشراكة مع جمعية مبادرة فاعل خير. هذه الحملة كتندرج في إطار دعم المخزون ديال المركز اللي حاليا كيعرف واحد الانخفاض نظرا لعدم إقبال المتبرعين على التبرع بالدم. كما كتعرفوا داز مرحلة الزلزال في شهر 9 وبذلك تبرعت واحد الأعداد كبيرة جدا من الناس وكان عندنا وعد بالتبرع، ولكن للأسف لحد الآن ما جاوش بزاف الناس اللي تواصلنا معاهم اللي كانوا عطاونا الوعد. لهذا أنا كنهيب بهم الآن باش يوفيو بالوعد ديالهم ويجيو يتبرعوا. حاليا رحنا في مستوى 400 كيس وبذلك دخلنا في المنطقة البرتقالية. كنهيب بساكنة وجدة الكرماء أنهم يجيو يتبرعوا إما هنا وإما في المركز اللي الأبواب ديالهم مفتوحة دائما من الاثنين إلى الجمعة من 8:30 إلى 2:30. كان ندعي ساكنة مدينة الوجدة وهم يتوافدوا بكثافة على مقر النادي اللي متواجد بالقرب من ثانوية محمد السادس ويجيو يتبرعوا. الخزون الدم راه ناقص إلى حد ما في هذه الأيام، ونختموا إن شاء الله سنة 2023 بواحد الحصيلة اللي تكون جيدة واللي يرفعوا بها الحصيلة السنوية ديال المنطقة الشرقية باش نبقاو إن شاء الله دائما رائدين على المستوى الوطني في مجال التبرع بالدم. كنا شت الساكنه ديال وجده باش يجيو يتبرعوا لان عندنا خصاص في المخزون، كلشي كان متحمس، كلشي جا تبرع في الفاجعه ديال الزلزال، دونك المخزون ما بقاش عندنا.